بنشوف فلوجات وستوريز كتير قوي من الناس اللي بتورينا حياتهم على الانستجرام وعلى اليوتيوب. بنشوف على السوشيال ميديا الروتين بتاعهم وكل تفاصيل يومهم، وبنبقى قاعدين نص قاعدة كده على السرير وبنتفرج على الستوري على الانستجرام، وبنبقى شايفين اللي قاعد على القهوة واللي خرج في مكان فخم واللي سافر طلع الساحل يوم، والواحد بيعمل سكرول. وكل ما ده بيحس ان في نفسيته كده ان لا يعني الناس عايشة حياة كويسة، الناس كلها عايشة حياة very desirable، وخلاص بنبقى خلصنا السكرولينج بتاع النهارده ونشوف دنيتنا بقى ونكمل يومنا. ويجي تاني يوم ونعمل نفس العادة، عادة التصفح من غير سبب. اللي كان مشير امبارح انه كان في الساحل النهارده بقى في الجيزة يعني، بس هو في مكان، والتاني مورينا ليه ستوريز وهو راح روما. وبنتفرج على نفس المحتوى اولموست كل يوم للناس وهي بتعمل الحاجات دي كلها. وبقى في فكرة عندنا في دماغنا ان هم عايشين احسن حياة، خلاص ما فيش كده يعني، هم خلاص قفلوا الجيم. وللاسف يعني مع الوقت ده بيحسسنا اكتر ان احنا قليلين وان احنا ما عندناش المقدرة على الاستمتاع والانبساط. وبعد ما بتحصل المقارنة دي الواحد بيحس خلاص، ما هو ما ينفعش كده، ما ينفعش تسجل وانت قاعد في الشارع، فاهم يعني؟ هتقعد بقى تقول لي في المونتاج ايه ده في صوت عربيات وموتوسيكلات هستيريه. ايوه يعني اهو. فطبعا انت قارنت نفسك بيهم، بتلاقي نفسك ان انت خلاص استنتجت كده من الليله دي كلها ان انت كحيان، خلاص انت ما فيش امل منك. وان النهارده على الاقل كده كنت لازم تكون متصور في البحر الاحمر وانت بتعوم، وبرضو البحر الاطلسي في نفس اليوم، ان انت كنت رحت البحر الاحمر وبرضو البحر الاطلسي يعني بتصيف هناك، فاهم؟ في نفس اليوم. وبتفترض ان حياتك دي ومسيرتك في الحياة دي كلها وافعالك دي كلها، اختياراتك في الحياة وقراراتك كلها كانت لازم تكون مختلفة علشان تبقى انت عايش الحياة بتاعتهم هم، مش الحياة اللي انت عايشها دلوقتي اللي هي ايه، احيانا في نظرك. بيحصل ان انت بتبتدي تشك في نفسك اصلا. انا ليه عندي الهوايات دي؟ انا ليه شخصيتي كده؟ وليه بتكلم كده؟ انا ليه ما بعملش زيهم؟ ليه مش عايش حياتهم؟ وليه عايش حياة مختلفة الخاصة بيا؟ وانه كان مفروض يعمل وكان مفروض يعمل وكان مفروض يعمل علشان يبقى زيهم، علشان يعيش الحياة دي، علشان يصور نفسه وهو بيعوم في البحر الأحمر ومتصور على العصر فوق برج خليفة، قاعد كده فوق البرج على طول، قاعد على البرج، فاهم معايا؟ هو كده، هو الحياة بتبقى كده، انت بتبقى بتعمل حاجات كتير فشخ بعيد عن بعض جدا كل البعد علشان تبقى جامد يعني، فاهم؟ انت فهمت الفكرة بالاخر، ان انت في البحر الأحمر وتاني يوم مش تاني يوم على العصر انت على برج خليفة، وتقعد تقول بقى لو كنت عملت ولو كنت سويت ولو كنت خدت القرار الفلاني او كنت زماني ايه في حتة تانية خالص. بس هي ايه، الواحد حظه وحش. ده بقى الكلام اللي بيطلع من بق الواحد سبحان الله، وبيبتدي الواحد يخش في قلبه والعياذ بالله الحسد تجاه الناس. فمن الاخر كده، من الاخر المشكلة اصلا مش في الشخص اللي بيعمل لك ستوري ولا في الشخص اللي بيصور لك فلوج، المشكلة اللي بجد هي اللي في الناس اللي بتتفرج عليهم وبيوصلوا نفسهم للدرجة دي وبيسمحوا ان الحاجات دي تخش قلبهم من احاسيس ومن حسد، من مقارنات، ان هم حظهم مش حلو، ان هم مش عارف ايه، والناس كلها جامده جدا والناس كلها واخده جايزه نوبل في الحياه، فاهم؟ الاحساس اللي انت حاسه من مقارنات وان انت حياتك مش كويسه وان هم اللي عايشين الحياه المثاليه، ده احساس اصلا مش صح، ما تحسوش، عشان ده احساس مبني على حاجه غير عقلانيه. سبب زعلك مش مقنع علشان مش كل الفلوجات والبوستات اللي احنا بنشوفها ده مش حقيقي، الكلام ده مش حقيقي. علشان الشخص اللي انت بتشوفه على السوشيال ميديا النهارده راح الساحل، هو مش كل يوم في 365 يوم في السنه بيروح الساحل. ان ساعات اللي بيعمل ستوريز بان هو احنا في حته حلوه، انا في مكان حلو، بيبقى عايز يدون حاجه زي كده علشان حتى يوريها للناس ويبقى بيتباهى شويه بان هو انا عملت حاجه حلوه النهارده. هو مجرد بيعمل الحاجات دي بس بيصورها، وبيصورها هو فعلا عايز يصورها، مش بيصورها كده وخلاص اللي هو انا طلعت التليفون ويا بالغلط صورت لك منظر جامد فشخ وانا بتمتع بيه. لا، بيصوره لك علشان هو عايز يصوره لك، علشان يبين لك ان حياته حلوه. فمش كل اللي بيستمتع معناه ان هو حياته حلوه. في ناس بتصطنع ان حياتهم حلوه، في ناس بتبقى رايحه الاماكن دي وهي فعلا مش مبسوطه، ما فيهاش جواها اللي هو ان انا راضي. الموضوع في ناس بتاخده كومبيتيتيف، انا يا جماعه هحاول على قد ما اقدر اخرج خروجات كتير قوي وخروجات حلوه قوي علشان احس بانبساط واحس ان انا جامد، وهم ما بينهم وما بين بعض كلهم بيتنافسوا. ده بيبقى شايف ان الفلوجر ده احسن وبيعيش حياه احسن، وده طالع يصيف وده طالع على البحر وده طالع مكان جامد. الدنيا بقى بتفضل كده، هنقعد نعلي على بعض، هنوصل ليه في الاخر؟ ان احنا فعلا مش هنستمتع الاستمتاع اللي هو بجد، الاستمتاع الحقيقي بتاع ان احنا بنعمل الحاجه عشان نبسط نفسنا بجد، مش عشان بنعمل الحاجه ونصورها ونعلي على بعض علشان نبين مين بيستمتع اكتر من التاني. فعايز تخش الدايره دي، خش
الدايره دي، عايز تبتدي تعمل حاجات ملهاش اي لازمه وتضيع في وقتك وتخرج خروجات تو ماتش وفعلا ما تستمتعش، بس تحاول على قد ما تقدر تروح الكافيه الفلاني تصور اللاتيه من فوق كده، تجيب طبق كشري وتصوره من فوق برضو، يعني عايز تعمل اي حاجه وتصورها من فوق، اعمل كده. هتبان ان انت جامد للناس، هتبان ان انت مبسوط. انت لو عايز تصطنع تقدر تصطنع. فكره ان اللي راح الساحل النهارده مش لازم يروح الساحل بكره، مسيره هيرجع البيت. فانا اهو مثلا قناتي على اليوتيوب بتكلم فيها ساعات كتير عن القراءه، فالناس واخده فكره عني ان انا اللي بيقرا كتب كتير قوي مفرتك الدنيا. بس انا عايز اقول لك ان انا اخر مره قرات بجد كتاب كان من سنه، ولا بصطنع ان انا بتاع قرايه، بس عادي الناس لما تاخد منك او تاخد عنك فكره ان انت جامد في حاجه او ان انت ملتزم في حاجه، مسيرك عادي انك تبطلها وتكتئب شويه وتحاول تشد شويه وتحاول تحايل في نفسك. وعادي الحياه بتفضل كده ups and downs، مفيش حد جامد على طول وعلى نفس المستوى على طول. فلو في حد مثلا بيضحكك من الكونتنت كريتورز اللي انت بتحبهم ودايما بتبص له على ان هو مثلك الاعلى وان ده الشخص المستمتع وده الشخص الجامد، ده مسيره برضو بعد ما بيضحكك بيبقى قاعد مفقوع، قاعد حزين، قاعد شايل هم حاجه عنده في حياته. مش شرط اللي بيضحكك في الفيديوهات معناها ان هو بيضحك وهو بيمنتج، بيضحك وهو قاعد مع اصحابه، بيضحك وهو بيعمل اي حاجه، والله مسيره يبقى عادي بيعيط بيكتئب. واللي بيعمل انجاز وبيفرح بيه وبينشره على السوشيال ميديا برضو هيرجع عادي البيت بعد الانجاز ده ويبقى قاعد كده ويشوف هيعمل ايه تاني، وهيشتغل ويشيل هم ويقدم على شغل ويعمل ويترفض. وان من الاخر اللي فرحان شويه عادي هيرجع تاني والحياه هتفرمه شويه وهيفرح برضو تاني ان شاء الله. بس قصدي ان اللي فرحان ومبين لك فرحته ومصورها لك قوي كده واخدها لك كده بالكادر كده وعامل فوكس بس على الفرح، ده برضو مسيره برضو شوية كده، اديله شوية وقت وهيبقى برضو عادي نفسيته زي نفسية الناس التانية. مش هيفضل مبتسم على طول، مش هيفضل فرحان وفخور على طول، مش هيفضل مرفه عن نفسه ومصيف على طول. يعني مورال الفيديو ده انك حاول انك ما تتأثرش قوي باللي انت بتشوفه، لانه مش الحقيقة المطلقة من لبناني انا ماشي. فالمورال من الليله دي كلها انك ما تتاثرش باللي انت بتشوفه على السوشيال ميديا، لانه مش الحقيقه المطلقه. وان المحتوى اللي بيتعرض لك ليل نهار من الستوريز والفلوجات ده مش مقياس لسعادتهم في الحياه. وان مش كل المحتوى اللي بيتعرض لك ده بيحصل كل يوم، هو بس مجرد مقتطفات لحياه الناس. زي غزه كده، زي غزه مش كل اللي احنا بنشوفه على السوشيال ميديا من اللي بيحصل هناك او من الاخبار بيرفلكت او بيورينا الواقع اللي بيحصل هناك بجد. اللي بيحصل هناك ألعن بكتير وأصعب بكتير. خلينا ناخد غزة مثال حي للي بيحصل ونحاول نطبقه على حياتنا، بحيث ان بلاش اقارن اصلا من اساسه، علشان لو هقارن طب ما اقارن نفسي بالناس اللي بتتعب، صح؟ فعلا بقى لو انت عايز تقارن ما تقارن باخوك اللي بيتعب كل يوم، بيموت كل يوم. يعني حياتهم الواقعية بجد اللي هناك صعبة جدا انك تتخيلها وانك تقدر تشوفها بشكل واقعي على السوشيال ميديا. فمش كل اللي بيحصل في حياتهم هناك بيتعرض لك بجد، يعني ارض الواقع هناك الواقع مختلف تماما. فلو عايز تقارن بجد قارن نفسك باللي بيتفحت كل يوم علشان يطلع يجيب لقمة عيش، ده لو عارف يلاقيها اصلا. بس كده الواحد ما عندوش حاجة يقدر يقولها غير انه الحمد لله على كل حال، وان عايز تنبسط هتعرف تنبسط بطريقتك الخاصة. مفيش معيار للانبساط، مفيش اماكن معينة عشان تعرف تنبسط فيها. انت ممكن تنبسط من اوضتك دي، من الكرسي ده، من المكتب ده، بس كده. شكرا، السلام عليكم.